سالفجرا آواگرنا آفاق المرأة لتباهی جنین کدکار، خباتکار، نویسکار، سوسیالیست، روزنامه‌وان جنین کو بینا ورش بو بلند کرنا آستا تکوشینه جبونا بلند کرنا آستا خباته دشورش جنده خباته کی پیروز خباته کی واته ددن مشانتن ام لتباهی جنان پیروز دیگن هر وها برحي آفاق المرأة كو برحي فلسفة جن جيانا آزادي دست بكر وكي كوري بر أبود بيجن 100 سالة 21 و 100 سالة آزادية جنب ولتباهي كردستاني روجلاتا نابين وجيهاني ام دبينن بينا بر جن تباهي قادين جياني ده تکوشینه کی دیروکی ددن مشاندن جبو پاراستنا و تکوشینه جبو پاراستنا نرخ شورشه جبو پاراستنا ماسنامه و دیروکا شورشه دبیکو برحی آفاق المرأة یا کو دست فکریه بهشمندیه فلسفه جنجیان آزادی بهستین جنا و بدستین جنا ام دیروکا خو بنویسینن و ام خودی لناسنامه و پاراستنا خو دریازانستی و دیروکی و نویسیده در بکبن جارکدن لتباهی جنا پیروز دکن جنجيانا آزادي. هنيئا لمجلة آفاق المرأة في الذكرى السنوية الأولى على النجاحات والإنجازات وعلى الديمومة والاستمرارية في الصدور، محاولة بذلك مواكبة مختلف التحولات والمتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية من خلال التنويع في طرح المواضيع الملائمة والتي تصب في خدمة وتوعية وتثقيف المرأة. ألف مبروك لفريق العمل، متمنية للجميع النجاح والاستمرارية في العطاء والمحافظة على إيقاع الكتابة والصدور، وشكرا. سالفجرا كمينيا كوفارا وفاق المرأة جو براسيجي بويدان جو رنجيجن وأمجي دشوبين اللي سر قالك مال برا ام جهيز ومورال دقرن و ام دبيجن بيوستيجن نتني بكوفاركي هيا جيبوغو خناسكي جيبوغو لخوخدي دربكي جيبوغو تيكوشينا آزادي هين خورتر كورتر بكي لسر دي أساسي كوفاركي قلقي قرنگا ودما مرو جيد شوبيني مرو قلق راستيا خوا تيدا دبيني ومرو جهيز ومورال دقري لسر بي أساسي ام دبيجن صال بقرا يكي لتواهي خباتكاري كوفاري بيروز بي لتواهي جنيجو دشوبينن وجنيجو هينجها يدسي واجي أم هيبينجو دصالي بيشي دبكي دسي هرجنكي. بمناسبة مرور عام على تأسيس مجلة آفاق المرأة بحب هنئ وبارك الجميع القائمين على هذا المشروع. مجلة آفاق المرأة هي المجلة يلي اليوم تصدر في شمال وشرق سوريا. هي المجلة يلي عطت الفرصة والمجال لجميع النساء لحتى يعبروا عن ذاتهم، لحتى يعبروا ويكتبوا عن منجزاتهم ومكتسباتهم ضمن شمال وشرق سوريا وتاريخ نضالهم. هي المجلة اليوم رغم جميع الظروف والتحديات في المنطقة هي المجلة يلي عطت صدى كبير في المنطقة، رغم كل التحديات اللي واجهتها عطت صدى كبير. فهي المجلة هي المجلة يلي سلطت الضوء على النساء، سلطت الضوء على لأن يكتبوا النساء تاريخهم ليكونوا مبدعات في نقل الواقع والحقيقة. بحب هنئ مرة تانية هي المجلة على الإبداع اللي عم بتقدمه، ودائما بنتمنى لهم المزيد من التفوق والنجاح، ونتمنى لهم دائما المزيد من الإبداعات في هذه المجلة. عام 2023 كان عام التمرد وعام العصيان، واستطاعت المرأة الحرة من رفع شعار المرأة لحياة الحرة، واستطاعت ترك بصمتها عام 2023 بهذه الفلسفة التي أصبحت شعار المرأة الحرة في كافة أنحاء العالم. دائما كانت المرأة الكردية هي القدوة لجميع النساء في العالم حول توحيد ومطالب وإرادة المرأة الحرة في ثورة المرأة، واستطاعت نشر هذا الفكر وترك بصمتها في جميع المجالات. ولذلك تمكنت النساء شمال وشرق سوريا على وجه الخصوص من توسيع هذه المجالات وكسر الجدران بين المرأة في جميع أنحاء العالم، وعملت على هذا المجال من خلال إصدار مجلة فكرية سياسية ثقافية اجتماعية لإيصال صوت المرأة في كل أنحاء العالم. وهذه المجلة هي مجلة تخص كل النساء التواقات للحرية والتواقات من أجل ثورة المرأة وتوحيد مطالب النساء في جميع أنحاء العالم في حرية المرأة.